السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده مع فيديو جديد في كورس الداتابيس بتاعنا. والنهارده هنعرف بقى الحاجه او هنشوف حاجه بجد قدامنا، اللي هي الداتابيس بتاعتنا او الهدف من الكورس ده بتاعنا. طيب علشان ما نطولش ونبدا على طول، فاحنا النهارده هنشتغل بالاس كيو ال. ايه هو الاس كيو ال؟ او بيختصر لايه؟ بيختصر ل structured query language. يعني ايه structured query language او الاس كيو ال او السيكوال؟ هو ريليشن، ريليشن ما بين الداتابيس بتاعتي وما بين بعضها. يعني ايه برضو؟ يعني هو ده اللي بيمانج بقى الداتابيس. يعني انا هكتب له شويه حاجات، هو هيمانجها مع بعضها كده، ويطلع لي الداتابيس في الاخر، يقول لي خد اتفضل اتعامل انت مع نفسك. طيب، كل حاجه في الدنيا ليها كاتيجوريز. حلو الكلام. يبقى الاس كيو ال اكيد ليه كاتيجوريز، ليه كذا كاتيجوري عشان تبقوا عارفين. احنا النهارده بس هنعرف اتنين منهم. هنعرف ال دي ال والدي ام ال. ايه هو الدي دي ال والدي ام ال؟ تعالوا بس نكتبهم الاول. دي ال، وادي هنا كده دي ام ال. حلو قوي. دي ال هي بتريفير للداتا ديفينيشن لانجوج. يعني ايه داتا ديفينيشن لانجوج؟ هو التعريف بتاع الداتابيس بقى بتاعتي دي كلها. برضو يعني ايه؟ يعني من خلال دي ال ده انا هعرف اعمل تيبل، او هعمل داتابيز الاول. الداتابيز كلها على بعضها هعمل داتابيز الاول، وبعد كده هعمل من خلالها التيبل، وبرضو هقدر اعدل عليه وشوية حاجات كده في اللذيذ تانية. طيب ايه هو بقى الدي ام ال؟ دي ام ال هو اختصار لداتا مانيبيوليشن لانجوج. هو اللي بيحط لي بقى الداتا جوه التيبل اللي انا هعمله من خلال الدي ال. طيب احنا النهارده هنتكلم عن الدي ام ال؟ لا، احنا هنتكلم النهارده عن الدي ال بس. فتعالوا بقى نطير دي ام ال ده، ولا اكننا شفناه. تعالوا بقى ايه، نتكلم شويه عن عن الدي ال. دي ال. طيب حلو قوي. هو دي ال في شويه حاجات، احنا زي ما قلنا في فانكشنز. طيب ايه هي التلات 3 فانكشنز اللي عنده؟ ان هو بيقدر يعمل create لداتابيز وتيبل، والتر او تعديل لداتابيز وتيبل، ودروب لداتابيز وتيبل. فهو حاجه في اللذيذ خالص كده، هو بيعمل الثلاث حاجات دول، وهنعرف الثلاث حاجات دول بيتعملوا ازاي في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده ان شاء الله. فاحنا هنبدا على طول ونشوف بقى. يعني احنا خلاص، هو مفيش كلام كتير ينفع يتكتب او يتقال في الجزئيه دي، عشان الجزئيه ما فيهاش رغي كتير. هي الجزئيه فيها تطبيق عملي اكتر. فاحنا نزلنا لكم من يومين او من فتره يعني بوست كده، كان فيه لينك ان هو ازاي تعمل انستول الاس كيو ال، وكمان حاطين لكم لينك انكم تنزلوا منه الاس كيو ال. فاكيد كله نزله دلوقتي. فتعالوا نفتح الاس كيو ال اهو اوبن. طيب هنا رجعنا يا شباب. هنشتغل على برنامج اس كيو ال سيرفر 2008. هندوس هنا كونكت. فتح لي الصفحه دي. هنعمل هنا نيو كويري. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل داتابيز. هل كده الداتابيز معموله؟ لا. ليه؟ ما هو مش المفروض البرنامج بيعمل داتابيز لوحدها؟ اقول لك لا 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 لا. برنامج انت بتعمل عليه الحاجه اللي انت عايزها، مش هو اللي بيعملها لك. يعني ايه؟ يعني انا هنا انا عايز اكريت داتابيز، صح؟ طب ما تيجوا نكتبها. طب نكتب كرييت داتا بيز. سهله كده؟ اه سهله كده. بس احنا عملنا حاجه صعبه؟ لا، ما عملناش حاجه صعبه. هي اللي قلناه كتبناه. طيب مش الداتابيس دي لها اسم؟ اه. احنا المفروض نكتب اسمها، والمفروض ان احنا زي ما قلنا، او زي ما بنقول عامه، ان الاسم لازم يدل على الحاجه اللي انا عايز اعملها. طيب ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها هنا؟ انا مثلا هعمل داتابيس بتاعت هوسبيتال مثلا، بتاعت مستشفى. طيب اكتب هنا المفروض كريت داتابيس هوسبيتال. بس انا مش هكتب هنا دلوقتي هوسبيتال. ليه؟ لان انا بعد كده هبقى عايز اعدل. يعني في امر من الاوامر اللي احنا نعرفها ان احنا نعدل في الاسم بتاع الداتابيز. فهكتب لكم مثلا اختصارها هنا اتش بي، اللي هو هوسبيتال مثلا، يعني حاجه قريبه منها وبتاع. اللي هو عشان بعد كده لما نيجي نعدلها نكتبها هوسبيتال بقى تمام مظبوطه. طيب احنا هنا في عندنا فايلات، فايل اسمه هنا داتابيز. تعالوا نفتحه كده. المفروض دي كل الداتابيز اللي بتبقى موجوده عندك او اللي انت عملتها قبل كده. هل هنا انت شايف في داتابيز اسمها اتش بي؟ اهو انت عامل المفروض داتابيز اسمها اتش بي، بس مش موجوده. طيب هتقول لي ليه مش موجوده؟ هقول لك عشان انت لازم كل حاجه تعملها تعمل لها اكسكيوت. يعني ايه؟ يعني انت المفروض تعمل كده، تعمل اكسكيوت. بس تعالوا بقى نعمل ريفرش هنا. اهي ظهرت داتابيز اسمها اتش بي، او اللي هو هوسبيتال، بس احنا هنا كاتبينها اتش بي. طيب حلو قوي. بعد ما احنا ما عملنا الداتابيز، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل تيبل. طيب تعالوا نعمل كرييت تيبل. مثلا المستشفى فيها ايه؟ مستشفى اكيد فيها مرضى. مثلا التيبل اسمه بيشنت. يلا
create table اسمه patient. طيب حلو قوي الكلام ده. احنا هنا اكننا بننفذ الاي ار دي، فده بالنسبه لي ده الانتيتي بتاعي. طيب مش الانتيتي ليه اتريبيوتس؟ حلو. فين الاتريبيوتس بقى؟ تعالوا نكتبها. يلا نكتب الاتريبيوتس بتاعتي. البيشنت اكيد عنده ايه؟ اكيد عنده يعني مثلا خلونا هنقول اي دي. افترضوا ان هو محجوز في المستشفى، فمحجوز للمستشفى اكيد ليه رقم، فاكيد ليه اي دي. الاي دي هنا هنقول ان هو انت. حلو قوي الكلام ده كله. واكيد ليه اسم، ليه نيم. طيب النيم احنا بنكتبه ايه؟ احنا بنكتبه تشار. اقول لك لا، خد تعالى، احنا في داتابيز مش هنكتب النيم تشار. ليه مش هنكتب النيم تشار؟ لان في حاجه كده احنا المفروض الداتابيز اللي احنا بنعملها دي بتبقى عامه، مش عاملينها لحد مخصوص. يعني ايه برضو؟ يعني انا عندي في 3 انواع للاسماء موجوده، في تشار وان تشار وان فار تشار. ايه دي وايه دي وايه دي. قبل ما نبدأ بس، الان تشار بتاخد رقم وليكن مثلا 30، والانفار تشار كذلك بتاخد رقم وليكن 30. حلو الكلام ده كده كله. ايه الفرق ما بين التلاتة؟ الفرق ما بين التلاتة ان التشار دي بتاخد انجلش بس، يعني لو عايز اكتب اي لغة تانية غير الانجليش مش هتنفع. طيب الان تشار بتاخد اي لغة انت تتخيلها، بتاخد عربي، انجليزي، روسي، صيني، الماني، تايلاندي، اي حاجة اي حاجة بتنفع. وكمان فيها ميزة ان هو حط لك هنا سايز. السايز هنا بقى ميزة وعيب في نفس الوقت. ايه الميزة والعيب في السايز هنا؟ ان السايز هنا ثابت ما بيتغيرش. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي اسم انا قلت له هنا انتشار 30. انتشار 30 ده معناه ان هو روح احجز لي مكان في الميموري اسمه انتشار، او فاريبل في الميموري اسمه يعني مكان في الميموري الانتشار، وفي سايز 30. طيب حلو قوي. انا دخلت اسمه وليكن احمد مثلا. احمد ده تعالوا نعد الحروف 5 حروف. طيب من ال 30 يبقى انا كده في كام يعني كام في السايز فاضي؟ في عندي 25 مكان في الميموري فاضي. طيب ال 25 مكان في الميموري ده مش انا اولى بيهم عشان اوفر مكان في الميموري؟ اه. الان تشار بقى لا، هي مالهاش دعوه. انت قلت لها احجز لي 30 مكان، هي حجزت لك 30 مكان. انت والله دخلت 5 اماكن، هي برضو حجزت لك 30 مكان. دخلت في ال 30 مكان، هي خلاص انت كنت حاجز 30 مكان استخدمتهم. طيب الانفار تشار بقى ميزتها حاجه تانية، ان انت هنا وليكن برضو هي بتاخد نفس مميزات الان تشار، يعني بتخزن فيها الحروف او اللغات زي ما انت ما عايز والكلام ده كده كله. بس وبرده فيها سايز. بس الميزه بقى في السايز عندها هنا ايه؟ ان السايز عندها هنا بيفهم. يعني ايه؟ انت دخلت لها برده وليكن اسم احمد. اسم احمد احنا قلنا ايه؟ ان هو 5 حروف. طيب من ال 30 حرف يعني انت متبقى، او من ال 30 مكان يعني انت متبقي لك 25 مكان فاضي. الانفارد شار بقى بتقول لك ان ايه؟ ان ال 25 مكان الفاضي في الميموري دول انت هات لك يعني انت خلاص انت استكفيت باسم احمد ان هو 5 حروف. هات لي بقى ال 25 مكان الفاضيين دول، انا هستخدمهم في حاجه تانية في الميموري يا عم، مالكش دعوه. فاحنا دايما هنستخدم الانفارد شار عشان هي يعني حلوه في حوار الميموري ده. فيلا نكتب ان فار. يلا نديها سايز. نديها سايز مثلا ايه 20. يلا. وبعد النيم هيكون مثلا عنده ادرس، او مثلا ادرس. حلو. الادرس برضو نخليه انفارد شار. انفارد شار. وهنا هيبقى 40 مثلا. كده عندنا ايه؟ عملنا كرييت للتيبل اسمه بيشنت، في الخصائص بتاعته الاتريبيوتس بتاعته اي دي ونيم وادرس. تعالوا نبص هنا، دي الداتابيس بتاعتنا، ده التيبلز. هل موجود هنا تيبل اسمه بيشنت؟ لا. ليه؟ لان انا ما عملتلوش اكسكيوت. بس تعالوا قبل ما نعمل له اكسكيوت نعمل حاجه. مش احنا في الاي ار دي قلنا لازم الاتريبيوت يبقى ليه برايمري كي او يونيك كي؟ اه. طيب هنا فين البرايمري كي؟ او هنا فين اللي ينفع برايمري كي؟ هل النيم ينفع برايمري كي؟ اكيد لا. طب الادرس برضو اكيد لا. يبقى الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش تتكرر الاي دي. الاي دي هنا مثلا اعتبروها يا جدعان رقم الغرفه. انت في مستشفى، المستشفى دي فيها سرير واحد. ف او المستشفى ازاي فيها سرير واحد؟ المستشفى فيها غرف، الغرفة فيها سرير واحد، فانت اعتبر الاي دي هنا رقم الغرفة. فانت هتتعرف مكانك ازاي؟ برقم الغرفة بتاعك. فهنا رقم الغرفة هيبقى هو المميز ليك. فهنا رقم الغرفة او الاي دي هنعمله ايه؟ هنخليه برايمري كي. يلا برايمري كي. وزي ما احنا عارفين ان البرايمري كي ما ينفعش يتساب فاضي، فحكايه يتساب فاضي او ما يتسابش فاضي دي احنا هنعرفها دلوقتي.
فيلا نعمل اكسكيوت للكلام ده كده كله. بس اهو بقول لكم قبل ما نعمل اكسكيوت مش هيظهر في الكلام ده. تعالوا نجرب. ما ظهرش ليه؟ تعالوا نعمل ريفريش برضو. ما ظهرش لسبب وحيد، ان هو هنا بيستخدم داتابيز اسمها ماستر. يعني ايه داتابيز اسمها ماستر؟ هي دي داتابيز موجوده عند الجهاز. هو انت لو ما قلتلوش يستخدم في داتابيز معينه هو هيحط لك فيها. طيب انا ازاي اقول له استخدمي في الداتابيز اللي اسمها اتش بي؟ بطريقتين. يا اما اقول له هنا يوز اتش بي اسم الداتابيز بتاعي، يا اما ادوس هنا وانزل هيطلع لي اتش بي ادوس عليها. طيب يلا هنا نعمل اكسكيوت للسطر ده. الطريقتين ينفعوا يا شباب عشان تبقوا عارفين. بس عملنا اكسكيوت للداتابيز اسمها اتش بي، يبقى هو كل اللي تحت هيستخدمه في الداتابيز اسمها اتش بي. يلا اكسكيوت. نعمل بقى هنا ريفرش. اهو طلع لي بيقول لي ايه؟ دي بي او دوت بيشنت. يعني ايه دي بي او دي؟ يعني هنا باختصار دي بي او دي اختصار لداتابيز اونر. يعني هو هنا بيقول لك ان الكلام ده انت اللي عملته بنفسك يعني. مش مشكله، حاجه المهم نبقى عارفينها نعرفها وخلاص. تعالوا نعمل ديزاين نشوف اللي احنا عملناه. اهو عمل لي كولوم اسمه اي دي، وكولوم اسمه نيم، كولوم اسمه ادرس، والداتا تايب بتاعتهم انت وان انفاليد شار وانفاليد شار، والاو نولز. هنا مش مسموح انك تسيبها فاضيه، هنا مسموح انك تسيبها فاضيه. يعني ايه الكلام ده؟ احنا هنا مش البرايمري كي ما ينفعش يتساب فاضي. حاجة تانية، انت دلوقتي مريض في المستشفى، ينفع يبقى ليك غرفة ملهاش رقم؟ اكيد لا. فما ينفعش الاي دي يتساب فاضي. طيب لو انا عايز اسيب يعني اخلي حاجة مش فاضية، او اخلي اليوزر اجبر اليوزر ان هو يدخلها، هكتب هنا جنبه not null بس كده، واعمل execute. هو قال لي ان هو اوريدي موجود. تعالوا نمسح دي، نعمل ريفريش هنا بس الاول كده. انا نطلع الديزاين، برضو ما طلعهاش. هو اكيد في حاجة في البرنامج مش مظبوطة. يعني هو الافضل نكتب نوت نال من الاول كده، علشان البرنامج ساعات ما بيطلعهاش. انا هنا يا شباب عشان تاخدوا بالكم انا اللي عملتها على فكرة، ها، انا اللي شلت العلامة دي. فهو الافضل نكتب الاول من قبل ما نعمل اول اكسكيوت خالص، ان احنا نكتب الحاجة بتاعتنا كلها مرة واحدة. طيب حلو قوي. انا هنا كتبت عملت كرييت للتيبل بتاعي، بس في حاجة نسيتها. في حاجة نسيتها ايه؟ مش المريض ده مثلا كل مريض وليه سن. يعني ايه؟ اي بني ادم في الدنيا اكيد ليه سن، ده اللي لسه مولود بيبقى ليه سن مثلا يوم ولا كام ساعه حتى. حلو. انا هل بالعقل كده هعامل مريض عنده 20 سنه زي المريض اللي عنده 80 سنه مثلا؟ اكيد لا. يبقى انا نسيت هنا اخد منه ايه؟ اخد منه بيانات ايه؟ اخد منه مثلا بيانات اللي هو تاريخ الميلاد بتاعه. طيب هنعمل ايه في الحكايه دي؟ احنا مش قلنا ان احنا عندنا 3 اوامر، كرييت والتر ودروب؟ حلو الكلام. طيب التر احنا قلنا بنعمل ايه؟ قلنا ان التر بتعمل تعديل في الداتابيز او في او في التيبل. طيب تعالوا نجرب التر في التر في التيبل دلوقتي. يعني ايه؟ يعني نكتب هنا التر. على فكرة هنا نكتب في الداتابيز كلها نكتب بسمو اسم حرف سمول حرف كابيتال عادي، هي بتفهم الاتنين يعني الحمد لله. نكتب التر. التر معناها تعديل. طيب هنعدل في ايه؟ هنعدل في تيبل. طيب اسم التيبل ايه؟ ايه ده، هو انا لازم اكتب اسم التيبل؟ اه طبعا. هو انا مش هنا هعمل كذا تيبل؟ يعني ايه هعمل كذا تيبل؟ هي مش المستشفى فيها بيشنت وفيها دكتور وفيها نيرس وفيها حاجات تانية كتير؟ اه. مش كل حاجة من دي هتتعمل في تيبل؟ اه. يبقى انا لما اجي اعدل في اي حاجة من دول لازم اقول له هنا التر، بعد كده التيبل، بعد كده اسم التيبل. هنا التيبل عندي اللي هو بيشنت، يبقى نكتب التر تيبل بيشنت. تمام. alter table patient. طيب انا عايز اعدل فيه، اضيف ولا احذف؟ يعني ايه؟ يعني هنا دلوقتي في بيانات ناقصه ولا بيانات زياده؟ لا انا عندي بيانات ناقصه، انا لسه عايز ازود بيانات تاني طالبها منه. يبقى هقول له add. وايه البيانات اللي انا عايزها؟ انا عايز مثلا birth date. ونخليه الداتا تايب بتاعته date. في داتا تايب اسمها date عشان تبقوا عارفين يعني. وعايز في نفس الوقت الايدج. طيب الايدج نخليه الداتا تايب بتاعته انت. يلا نعمل اكسكيوت للكلام ده كده كله. احنا اهو قبل ما نعمل لهم اكسكيوت دي الكولومز اللي عندنا. تمام. نمسح دي بقى يلا. ايه ده؟ لا ثواني، انت بتعمل ايه؟ كلوز دي. ماشي بس. تعالوا نعمل هنا اكسكيوت. قال لي اكسكيوت سكسسفولي. يلا نعمل هنا ريفرش. نعمل طلع الديزاين بتاعنا تاني اهو. ضاف لي البيرث ديت
والايدج بتوعي. يبقى الحاجه اللي انا نسيت احطها هنا مش مشكله، ما تقلقش، انت ممكن تعمل امر اسمه التر وتضيفها. طيب انا هنا ما خدتش بالي من حاجه، انا قلت له حط لي البيرث ديت بتاعك والايدج. احنا مش قلنا ان هو لو عندي البيرث ديت مش هخزن الايدج؟ عشان الايدج احنا الكلام ده قلناه في الاي ار دي، الايدج يعتبر هيبقى درايفد اتريبيوت انا ينفع استنتجه من البيرث ديت. طب تعالوا الايدج عندي هنا ملوش لازمه، هل امسحه من هنا؟ لا لا لا، ما تمسحه ليه؟ طب ما انت عندك امر اسمه التر بيعدل في الداتا في الداتابيز وفي التيبل. طب يلا نكتب التر تاني، التر تيبل، وقلنا هنعدل في التيبل اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه بيشنت. بيشنت، تمام. انا هنا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل اضيف ولا عايز امسح؟ لا انا هنا عايز امسح. طيب يبقى عايز امسح، امر اسمه ايه؟ امر اسمه دروب. حلو قوي. عايز امسح ايه؟ عايز امسح الايدج ده. طيب الايدج ده مش هو كولوم؟ يعني ايه كولوم؟ اهو كولوم، اهو مكتوبه كولوم. فين الايدج؟ اهو الايدج تبع الكولوم. يبقى انا هنا عايز اقول له انا عايز امسح ايه؟ انا عايز امسح الكولوم، الكولوم اللي اسمه ايدج. يلا قبل ما ننفذ او قبل ما نعمل اكسكيوت للكلام ده كده كله، انتوا شايفين اهو الايدج. تعالوا نمسح الكلام ده، يلا نعمل له اكسكيوت successfully، نعمل ريفرش هنا كده ديزاين اهو. شلنا اسمه ايه ده، اللي هو الايدج خالص. يعني احنا اهو كان في ايدج هنا واحنا عملنا له دروب، شلنا الايدج. طيب احنا بعد ما عملنا الكلام ده كده كله، احنا على فكره دلوقتي برضو هنكريت كذا تيبل. بس تعالوا قبل ما نكريت كذا تيبل اقول لكم على حاجه. انا مش في اول ما فتحنا البرنامج ده خالص قلت لكم ان احنا هنعدل بعد كده في الاسم بتاع الداتابيز او الاسم ده، عشان كده احنا خليناه اسم تاني. طب تعالوا بقى بما اننا دخلنا في الاوامر بتاعت التر، نعرف ازاي هنعدل الاسم بتاع الداتابيز بتاعنا ده. يلا احنا قلنا عن اي حاجه فيها تعديل نعمل ايه؟ نكتب التر. يلا التر، هنعدل في ايه المره دي؟ هنعدل في الداتابيز. يلا داتا بيز. حلو قوي الكلام ده كده كله. اسم الداتابيز ايه؟ اسم الداتابيز اتش بي. احنا قلنا خلاص طالما نكتب التر وبعد كده الحاجه اللي انا هعدلها وبعد كده اسم الحاجه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل تعديل للنيم، يبقى هقول له ايه؟ موديفاي النيم. موديفاي النيم، بس كده. واحط له ايكوال، والنيم الجديد احنا قلنا هنسميه هوسبيتال مثلا، هوسبيتال بس. ونعمل اكسكيوت. قبل ما نعمل اكسكيوت اهي هنا اسمها اتش بي، يلا اكسكيوت يا عم. كل ده بيعمل اكسكيوت؟ هو بس عشان احنا ممكن كتبنا كذا حاجة فهو هيغيب في الاكسكيوت شوية بقى، بس هو الامر شغال ما تقلقوش يعني. ايه ده؟ طلع لي ايرور، بيقول لي ايه؟ logged to perform. طب تعالوا نمسح دي، نعمل له اكسكيوت تاني. هي شغال اهي، بس بيقول لي هنا the database name hospital has been set. لو هو انت حطيت الاسم بتاع الداتابيز نيم، اقول لكم هنا ليه هو ما اشتغلش غيرها لي؟ عشان انا كان في عندي هنا الديزاين بالاتش بي فهو ما كانش عارف يتعامل ووسط الديزاين ده موجود، بس هنا برضو لسه الاتش بي موجود. فتعالوا نعمل ريفريش للداتابيز كلها اهو. بقى عندي الهوسبيتال، نعمل هوسبيتال التيبل فيها التيبل بتاع البيشنت بتاعنا عادي. طيب حد هيجي يقول لي احنا هنا في الاول بعد ما عملنا كريت للداتابيز عملنا له يوز في الداتابيز بتاعتي علشان اعرف اتعامل معاه، هل هنا اعملها له تاني؟ هقول لك لا، هو خلاص هنا اهو انتوا شايفينها هوسبيتال. هو بعد ما انت ما غيرت له الاسم من اتش بي لهوسبيتال، هو اي حاجه ليها علاقه بالاتش بي غيرها لك خلاها هوسبيتال. طيب حلو قوي الكلام ده كده كله، ماشي. تعالوا نعمل تيبل جديد وليكن مثلا اسمه ايه؟ اسمه دكتور. يلا create table اسمه دكتور، نكتبها باختصار. الدكتور عنده ايه؟ الدكتور برضو عنده اي دي. احنا نكتب، اقول لكم على حاجه انا هاخدها كوبي، حاسس هنكتب يلا الكلام ده كده كله عنده نفس الحاجه اللي موجوده عند البيشنت. طيب ممكن بس نضيف له كمان الديبارتمنت عشان تبقى حاجه تميزه عن البيشنت. ديبارتمنت برضو مش هكتبها كاملة. ديبارتمنت ونخليها برضو انفار وتاخد سايز الديبارتمنت كفاية عليه 15. حلو. انا هنا
الشكل ده مش عاجبني. طب انا ممكن اعمل ايه في الشكل؟ ممكن اجي هنا اعمل انتر كده، انقل على سطر جديد. ايه ده عادي؟ عادي. انا هنا برضو انتر اهي. يبقى كده بقى عمل لي الكريت بتاع الداتا، التيبل بتاعي وتحته الاتريبيوتس بتاعته. كريت التيبل بتاعي تحته الاتريبيوتس بتاعتي. يلا نعمل اكسكيوت للكلام ده. اهو هنا مفيش لسه دكتور. اكسكيوت. برضو لسه مفيش دكتور. ليه؟ احنا قلنا اي حاجه نعملها ريفرش بقى. يلا اهو طلع لي الدكتور مع البيشنت. يلا نعمل الديزاين للدكتور. او ديزاين للدكتور عمله لي على طول ان الاي دي برايمري كي، وهو حط لي الحاجات اللي انا قلت له عليها كلها، وال20 وال40 وال15. طيب هنا اشمعنى المربعين دول عليهم علامه المربعين دول لا؟ هقول لك انا قلتها بس نعيدها تاني. لان انا هنا المربعين دول مش مسموح ان هم يتسابوا فاضيين، لكن المربعين دول مسموح. طب انا هتحكم في دي ازاي؟ هتحكم في دي من الكلام اللي انا اكتبه. هنا البرايمري كي غصب عنك كده كده لازم يبقى نوت نل. حلو، فانت مش هتكتب جنبه نوت نل. لكن هنا انت مثلا عايز الاسم بتاعه ما يبقاش نوت نل، فانت هتكتب له هنا جنبها نوت نل. عايز الادرس ما يبقاش نوت نل، تكتب له نوت نل، وهكذا وهكذا وهكذا. ده كده الكلام. طيب انا او كده ده كده كلام ايه؟ ده كده ازاي اخليه ما يبقاش نوت نل. حلو قوي. يلا نقفل ده. انا هنا عملت تيبل اسمه بيشنت وتيبل اسمه دكتور. طيب افترض ان انا عملت تيبل بالغلط. يعني ايه تيبل بالغلط؟ عملت تيبل يا عم مش هستخدمه. يبقى اعمل ايه؟ انا مش قلت في عندي امر اسمه دروب بيحذف لي الحاجه اللي انا مش هستخدمها؟ طيب الدروب ده بنكتبه ازاي؟ بنكتب دروب. احنا عايزين نحذف ايه؟ عايزين نحذف تيبل ولا عايزين نحذف داتابيز؟ احنا عايزين نحذف تيبل. يبقى تيبل اسمه ايه التيبل؟ وليكن انا هحذف بتاع الدكتور. يلا دكتور. قبل ما ننفذ اهو الدكتور موجود. يلا نعمل اكسكيوت للكلام ده. اكسكيوت كوماند سكسسفولي. نعمل ريفرش. الدكتور اختفى. ليه؟ لان انا قلت له هنا دروب التيبل بتاع الدكتور. طيب حلو الكلام ده. هل انا ينفع اعمل دروب للداتابيز كلها على بعضها؟ تعالوا نجرب يلا. احنا قلنا بنعمل دروب، وبعد كده الحاجه اللي احنا عايزين نعمل لها دروب اصلها ايه، بعد كده اسمها. يلا دروب الحاجه اللي احنا عايزين نعمل لها دروب اللي هي ايه؟ داتا بيز. داتا بيز عندي اسمها ايه؟ اتش بي. لا خد تعالى، انا مش هنا غيرت اسم الداتا بيز لهوسبيتال. يبقى انا ايه؟ هكتب الاسم الجديد بتاع الداتا بيز اللي هو هوسبيتال. هوس ايه ده؟ في حاجه غلط. هوسبيتال. بس يلا نعمل له اكسكيوت. الداتابيز بتاعت الهوسبيتال اهي موجوده. اكسكيوت. طبعا طلع لي ايرور. ليه؟ لان انا دي الداتابيز اللي انا بستخدمها حاليا. طيب انا لو عايز امسحها، يعني لو عايز امسحها هعمل نيو كويري واخليه هنا. اقول له بقى هنا ايه؟ اقول له هنا دروب داتا بيز اللي هي اسمها هوسبيتال. حلو قوي الكلام ده. برضو انا لو عملت له على فكره هنا اكسكيوت هيطلع لي ان في ايرور عشان برضو بستخدمها. طلع لي ايرور ليه؟ بيقول لك can't drop database hospital because it's currently in use. يبقى نعمل كده. نعمل close. مش عايزين نحفظها يا عم. يلا نعمل اكسكيوت تاني. برضو currently in use. ما انا قفلتها لك خالص. هي بتشتغل والله بس انا مش عارف في ايه. لا حظا موفقا بقى يا شباب المره الجايه. طب اقول لكم على حاجه، تعالوا نقفل ده كده خالص ونفتح من اول وجديد. نعمل كونكت. انا عايز اعمل نيو كويري. اخليه مثلا دروب داتا بيز اسمها هوسبيتال. داتا بيز هنا عندي فيها هوسبيتال صح؟ لو عملت له دروب هيشتغل. ليه بقى؟ لان انا هنا طلعت اشتغلت في الداتا بيز اللي اسمها ماستر. يعني لو رجعت له هنا الهوسبيتال هيطلع لي ان في ايرور. حطيت له هنا ماستر ودوست اشتغلت. يبقى انا ايه لازم قبل، انا دي كنت معلش دي كانت يعني سهو غفوه كانت حصلت عندي. ان انا علشان اعمل لها ديليت ما ينفعش اكون بشتغل فيها خالص. هنا انا كنت عاملها المفروض الاول على هوسبيتال. حتى لو تاخدوا بالكم هوسبيتال من هنا اتشالت. ليه؟ لان انا عملت لها دروب خلاص. دروب ده بيشيلها خالص. فهنا نرجعها تاني الماستر. وبعد كده نعمل دروب للداتابيز اسمها هوسبيتال. يلا نعمل ريفرش. هي موجوده اهي. ريفرش.
داتابيز اللي اسمها هوسبيتال راحت وكده شكرا وخلاص، ما بقاش عندي داتابيز اسمها هوسبيتال. ده في حاله ان انا عملت داتابيز وخلاص مش هستخدمها بقى والكلام ده كله. بس دروب داتابيز دي مش بتحصل كتير، هي اللي بتحصل عاده اللي هي بتبقى دروب تيبل. فالنهارده كده احنا عرفنا ايه هو الدي دي ال، والموجود جواه الكرييت والالتر والدروب، وعرفنا كل حاجه بتعمل ايه منهم، وعرفنا كل حاجه منهم بتشتغل ازاي، وجربناها على الداتابيز وجربناها على التيبل. كده احنا فاضل لنا ان احنا ندخل بقى البيانات جوه التيبل. البيانات جوه التيبل دي احنا قلنا هتبقى من خلال حاجه اسمها دي ام ال، ودي هتبقى الفيديو ان شاء الله الجاي. فاتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو في حاجه مش واضحه او حاجه انا غلطت فيها يعني يا ريت تكتبوها لنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.